اكتر غلطه لما بتنزلي تشتري من غير ما تكوني محدده انت عايزه ايه. تدخلي تجيبي حاجات، تخشي تجيبي في المحلات عشان انت مش كاتبه، تجيبي تلاقي جبتي نفسك 10 حاجات وفي الاخر تقولي الفلوس راحت فين وجت منين. انا بطلت اعمل كده. بطلت اعمل كده ليه؟ صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي رسول الله، انا ماما لومي، ما تنسونيش في اللايك والشير بالله عليكم. انا عايزه منكم اللايك وشيروا الفيديو. واهلا بحبايب قلبي الموجودين معايا من الاول، بيسعدني طبعا الكومنت الجميل واللايك بتاعكم الجميل اللي بتحطوه لي، ويسعدني كمان الناس الجداد اللي هيجوا في قناتي يشتركوا في قناتي ويفعلوا الجرس ويدوسوا على كلمه الكل عشان يجي لهم ايه كل جديد. حبايب قلبي بحبكم في الله، وصلوا على سيدنا محمد. بطلت اعمل كده ليه؟ بطلت اعمل كده وبقيت انزل بالورقه والقلم، انزل اجيب بالورقه والقلم انا محتاجه ايه، اللي اي محتاجاه، اي حاجه مش في الورقه ما اجيبهاش. علشان ايه؟ ما اصرفش حاجات ملهاش لازمه، لان انا مش كاتبه وداخله مثلا السوبر ماركت او داخله المحل اجيب عايزه ده وعايزه ده والحاجات دي بتزغلل عيني وبتخليني ان انا مش على بعضي، وعايزه اجيب وعايزه اجيب وعايزه اجيب وعايزه اجيب. اجيب لي الشوكولاته الاسبريتي ده للواد، اجيب ايوه الشوكولاته مش عارفه ايه ديت ايه، ايوه اجيب الفندق ده، لا اجيب المربى دي، لا اجيب مش عارفه ايه الحاجه دي. الحاجات دي كلها بتفرق معاكي في فلوس كتير انت ما بتحسيش بيها. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ترجعي تقولي انا صرفت في ايه وجبت في ايه وما عملتش ايه. انا عايزاكي تمشي بمخ، مش باي حاجه كده جهجئوني، او واحده معاكي تقول لك ايه تعالي يا ابو فلان بصي الحاجات دي جميله جدا انا هجيب منها، وانت عايزه تجيب. طب ما اجيب انا كمان، ما ابين لها بقى ان انا بقى ست معايا ومش عارف ايه. صح تصدقي الحاجات دي حلوه، طب نجيبها. نجيبها للعيال ده هيفرحوا قوي، واجيب الحاجات دي ده خرابي جميله. ولا يا لهوي ايه ده، تصدقي ان انت جدعه وتجاريها وهي بتجيب حاجات هي قادره، انت مش قادره. امشي على قدك، امشي بالورقه والقلم. مش انا بقى كاتبه الورقه والقلم وانزل معاها ولا ايه، لا معلش انا كاتبه حاجات بالورقه والقلم اجيبها عشان ما اجيبش حاجات قلت الله الست دي ما عامله كده ليه مع نفسها. لان مش كل الناس بتعرف توفر وتدبر. انت ست شايله الهم كل ده ضغط نفسي عليكي. سيدنا محمد يا ولاد عليه افضل الصلاه والسلام. وحط لي لايك يا اختي انت وهي. جربي كده، جربي كده بجيبي بالورقه والقلم، وجربي كده اسبوع بس مع نفسك، وهتشوفي الفرق، هتشوفي الفلوس بتقعد معاكي ازاي. لاني لو بتعاني زي لو بتعاني زي وعارفه بصي الحاجات دي كانت بتوجعك ازاي، هتمشي والله العظيم بالورقه والقلم. وفرت، شوفي وفرت قد ايه وشوفي جبت قد ايه. اللهم صل على النبي. والله فاكره صح، والله يا ماما لوم انت بنت حلال، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. صلوا على سيدنا محمد. لان في ناس كتير، في ستات يعني كتير بتصرف ومحدش حاسس بيها. في ناس بتحسبها بالجنيه وتنام وهي شايله هم بكره، تيجي على نفسها علشان البيت يمشي وتقول عادي انا هستحمل. محدش بيسأل ان انت عايشه بتتعبي ازاي. محدش شايف غير ان كل حاجه ماشيه وخلاص. جوزك شايف ان كل حاجه ماشيه، مش شايف ان انت نايمه بتفكري وقايمه بتفكري وقاعده بتفكري وشايله الهم وشايله الطين وشايله كل ده على دماغك. وبعدين في ناس شايله فوق طاقتها عشان الفلوس مش مكفيه معاها. في ناس ماشيه بتقول يا حدا داريني وامشي ازاي واعمل ازاي. بس انا هخليكي تعرفي تحوشي برضو مهما كان مصروفك قليل هتحوشي. صلوا على سيدنا محمد. لك هتحوشي ازاي وهتشيلي ازاي بقدره ربنا وعذابته. لان لو انت الست ديت اللي انت شايله الهم والوجع القلب وعامله كل ده، خلي بالك ربنا شايف تعبك وشايف بص مش هيضيعه ابدا. والله العظيم ربنا مش هيضيع تعبك ابدا، وهتقدري عليه. وخليكي دايما فاكره انت مش ضعيفه، بالعكس انت السبب في ان البيت ده واقف على رجله. انت اللي واقفه على رجل، انت وخليه البيت ده واقف على رجله. والله العظيم ثلاثه. اسمعي كلامي بس، صلوا على سيدنا محمد. فاكرين لما قلت لكم قبل كده ان في ستات كتير بتصرف ومحدش حاسس بيهم؟ تعالوا اقول لك الحقيقه اللي محدش هيقولها لك. الست دي مش بس بتصرف فلوس، دي بتصرف من صحتها، بتصرف من صحتها واعصابها ومن عمرها. بتفكر طول اليوم هتجيب ايه، هنوفر ازاي، هتعدي الشهر ازاي. ويمكن محدش يقول لها كلمة شكر. محدش يقول لها كلمة شكر. صلوا على سيدنا محمد يا ولاد. هي كلمة شكر، هي مستنية الايام تعدي وتصرف وتعمل كل حاجة. بس اوعي تستهوني بنفسك، لانك انت ست قوية كل اللي بتعمليه ده مش عادي، ده شغل كبير قوي ومش اي حد يستحمله. وخليكي فاكره ان انت مش بتصرفي، انت شايله بيت كامل على كتفك. ولو حاسه ان الحاجات دي مش صح، ما تكتبليش يا ستي في الكومنت اي حاجه. اعملي لايك بس بالله عليكي، بس قولي لي يا ماما لومي انت صح،
لان انت ست قويه، والست القويه هي اللي بتعرف تشيل وتطبق وتعمل. لان انا عليا حمل البيت كله. انا جوزي بيجي بيديني المصروف وخلع ايده، يجي يلاقي اللقمه الحلوه، الهدمه المغسوله، العيال متشطفه ومستحميه عاملين الواجب، وانا شايله كل ده على دماغي. طب ازاي؟ ما هو انا ربنا مش هيضيع عملي ده، بالعكس ده ربنا هيديك على قد اللي انت بتعمليه، وربنا هيبقى واقف معاكي لانك انت بتتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الفلوس اللي معايا هتكفي وتوفر، وبالعكس ده انت هتشيلي وتوفري، لان انت في نيتك ان انت بتعملي الخير. انا بشيل يا رب علشان ينفعني في يوم من الايام. لو لا قدر الله ابني تعب، لا قدر الله جوزي قعد او تعبان، او انا تعبت، الاقي حاجه اكشف اعمل. ما انا ماشيه على قدي، ومصروفي يا دوبك اللي داخل على قد اللي خارج. انا بحسبها، بحسب كده واحسبها، الاقي مصروفي اللي انا بصرفه، انا باخد مثلا من جوزي مثلا مبلغ، المبلغ ده بيتصرف اكتر منه. طب ازاي؟ طب انا هجيب الباقي ده منين؟ ما هو انا لازم، انا النهارده مش هقول لكم على اكل ولا شرب، انا بقول لكم على ان انت تدبري ازاي بس. فانا دلوقتي اللي داخل اقل من اللي خارج. طب انا هعملها ازاي دي يا ماما لومي؟ صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اشوف الحاجات اللي انا كنت بعملها غلط وما اعملهاش، حاجات الزياده اللي انا كنت بجيبها ما اعملهاش، بلاش البعزقه والمصروف الكتير مع الاولاد وما اعملهوش، يا دوبك الحاجه على قد الحد. اعمل حاجات هنا في البيت علشان تبقى كويسه، وان هم ياكلوها ويشربوها من هنا من البيت، واعود عيالي واشيلهم المسؤوليه مش الهم، اشيلهم مسؤوليه ان احنا يا حبايبي احنا بنعمل حاجات ديت عشان نتفسح، عشان نخرج، عشان نروح. هيتشجعوا وهيتنشطوا معاكي ويقولوا فعلا ماما مش حرمانه، دي ماما هتفسحنا. اديهم امل زي ما انت هتحطي لنفسك هدف ان انت بتحوشي عشان مثلا عيالك لما يكبروا تبقى في مصاريف ليهم، تجهزي تجوزي تعملي، وهم حاطين هدف ان انت هتخرجيهم وتفسحيهم وتوديهم مصايف وتفسحيهم في الحته دي. فهم هيتشجعوا بحاجه تفكيرهم، وانت هتتشجعي بتفكيرك انت. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي رسول الله. فانا بعلمك ازاي ان انت تحوشي، ازاي ان انت تحطي من الف وب تحويش. تحويش ازاي؟ هقول لك تحويش ازاي. انا باخد المصروف ولو يكن 100 جنيه حتى في اليوم، انا هاخد اشيل 10 جنيه، انا بيجي لي 90 جنيه بس. هتشقلب هصرف منهم 200 جنيه، هشيل منهم 20 جنيه. هتشقلب هعمل الاكل وهوفر منه. يعني انا لو انا باخد 200 جنيه في اليوم يبقى 6000 جنيه في الشهر. ما هو انا لو شلت مثلا 50 جنيه كل يوم، 3 في 5 ب 15 يبقى 1000 ونص، يعني اكني صرفت 4 ونص. ما انت هتدوسي على نفسك يا ماما لومي، ده في مدرسين ودروس. طب اقول لك على حاجه، شيلي 500 جنيه بس. ازاي بقى تشيلي؟ حاولي تشيلي من كل يوم مثلا 2 في 3، يعني لو شلت 20 جنيه في اليوم ب 600 جنيه في الشهر. 2 في 3 ب6 يعني 600 جنيه في الشهر. لو انا شلت من 200 جنيه 20 جنيه بس. طب يا ماما ال 20 جنيه دول ما هو برضه هتاثر. لا 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 مش هتاثر. انت لو رحت جبت كيلو الطماطم ب 25 جنيه مش هتجيبيها؟ هجيبها دلوقتي مثلا ب 15 جنيه، اكن 10 جنيه اتشالت. الرز المكرونه ب 30 جنيه مش هتجيبيه؟ هتجيبيه، وهي هو المصروف. هشيل منه ال 10 جنيه وال 5 جنيه، هو ده اللي هيمشي. هو ده اللي انت تحاولي تحوشيه. تحوشي بقى ازاي بقى؟ تجيبي علبه صاج. ما هو انا هقول لك ايه، ما انا بقول لك ازازه ميه اللي هي الكبيره دي وتحطي فيها الفلوس، يا اما علبه صاج من غير لا قفل ولا مفتاح، وهي مفتوحه فتحه كده من فوق، بتشتريها ب 10 جنيه ولا ب 15 جنيه من السوق، حصاله، وتقومي حاطه فيها ايه الفلوس كل يوم. مش هتفتحيها خالص الا لما تحوشي فيها تخليها 10 شهور. 600 جنيه في 10 شهور ب 6000 جنيه. هنزل اجيب لي جرام الا ربع ذهب، لا سبيكه، هشيلها. ما انا ده اللي هحوش عليه. انا رغم ان الفلوس قليله لكن هحوش عشان اعمل كده. ولا قدر الله لا قدر الله احتجتي، ابقي جيبي بيعي حته السبيكه دي وجيبي اي حاجه. شوفي عيالك محتاجين ايه، او مثلا لا قدر الله في اي ظروف ضغطه، او مثلا اكل وشرب، اوعي تمدي ايدك على الفلوس اللي حوشتي، اوعي. انا بقول لك اهو، وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الكلام اللي انا بقوله لك ده حطيه حلقه في ودنك واسمعي الكلام الصح اللي انا بقوله لك. الست هي مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعب طيب الاوراق. انت اللي هتمشي البيت، انت اللي هتوقعي البيت، انت اللي هتخربي البيت، انت اللي هتفرحي البيت. فانت اللي عليك المسؤوليه الكامله. ضغط نفسي وضغط اعصاب، بس حاولي ان انت في كل ده افرج عن نفسي شويه بقى. افرح نفسي بايه؟ اعمل حاجات حتى في البيت. احط رجليا في ميه وبتاع ديت شامبو كده وشويه شامبو، وادعك رجليا بالحجر كده واخليها زي الفل كده، واعملها واغسلها واحط فيها البتاع في رجليا اسمه ايه ده، الحنه.
الحنه الحجر، الحنه دي ملهاش مش وحشه للوضوء، حطي حنه تخلي منظر رجليكي حلوه كده. ادعكي حته سمنه في ايدك، بلاش لو ما عندكيش كريم، علبه كريم ب 25 جنيه، من ضمن الحاجات ادهن وشي واعملها كده بالبشره كده، واهتم بنفسي، ريحه حلوه طيبه تخلي نفسيتك انت من جواكي مرتاحه رغم الضغوط النفسيه اللي انت فيها. بس انا عايزه اريح نفسي شويه، عايزه احس ان انا برضو بني ادمه، مش انا بس في طاحونه وبس. لا انا مش في طاحونه، انا هعمل كل ده وانا مريحه روحي برضو شويه. وربنا المستعان ويعين كل واحد على شيلته. وانا كنت بقول لك تدبري ازاي وتعلمي ازاي وتعملي ازاي. ده كان فيديو النهارده، لا اكل ولا شرب، بس احنا بنفهم هنعمل ايه. صلوا على سيدنا محمد يا اولاد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش باللايك وتشيروا لي الفيديو عشان الكل يستفيد وانتوا تستفيدوا يا حبايب قلبي.